بسم الله، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم البنات، اليوم جيت بغيت نحضر معكم واحد الغديوة اللي متنوعة ما بين السرجيل والخبيزة. المهم على بركة الله جبت الوالدة ديالي الخبيزات قادها ليا، يعني الخبيزة البقولة كل واحد شنو كيسميها، يعني غتقطعها ليا على هذا الشكل هذا، يعني حتى نكمل الكمية كاملة. غنحطها في واحد الاناء بحال هذا ونكب عليها الماء، نغسلها مزيان البنات، اللي يكون فيها التراب ولا سميتو يعني خصها تكون مغسوله مزيان. وعلى بركه الله ندوزو نردوها باش نشعلو عليها الطيب. وهانتوما معايا. المهم من بعد ما غسلتها ها هي صفيتها هنايا، غندوز باش نديرها في طنجره الضغط، يعني اللي عندي على هذا الشكل هذا. حليتها، غنكب فيها هذيك الخبيزه ديالي الطيب، ونزيد عليها واحد الملعقه ديال الملح، ونزيد عليها الثومه البنات، ونزيد عليها واحد 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء، ونسد عليها ونخليها طيب يعني على هذا الشكل هذا. يعني الثومه غنديرها هكاك فصوص، وغندير عليها الزيتون الاحمر، وغنرجعها باش طيب. ندوز على بركه الله على السردين اللي من بعد ما غسلته ونقيته على هذا الشكل هذا. غندوزو باش نقادو ليه الشرموله ديالو. عندي هنايا ربيع، القزبور ومعدنوس، ودائما المعدنوس كتر. عندي هنايا الفلفله مقطعه دوائر، عندي هنايا الحامض شرائح، سمحوا لي البنات. عندي راس معلقه ديال الهريسه، عندي الكمون، عندي التحميره، عندي الخرقوم، عندي الملح، عندي الابزار، عندي هذا القزبور حبوب، عندي التحميره، عندي نص كاس ديال العصير الحامض، عندي الثومه البنات مدقوقه، عندي البطاطا مقطعه على هذا الشكل هذا، عندي مطيشه طيه مقطعه دوائر. ندوزو على بركه الله باش نقادو الشرموله للحوت. المهم هذوك المكونات اللي حطيت كاملين كنزيدهم نخلطهم على الربيع، نزيد عليهم الثومه البنات مدقوقه، نزيد عليهم العصير ديال الحامض. تبارك الله هاد الشرموله ريحتها طالعه شهوه منها. الهريسه اللي كيبغي الحار، يعني الهريسه كتبقى اختياريه، اللي كيبغي الحار. انا اصلا شخصيا كيعجبني السرجيل بالحار، يعني الزيت البلديه. نسيت ما ذكرتهاش معكم في المكونات. المهم هي هذه تبارك الله ما شاء الله. الشرموله ريحتها كتشهي، كتعجبني هاد الشرموله، ما نكرهش ندوقها هكا، واحد المسيحه خفيفه البنات. نجيب اللاطه اللي غتدخل ليا الفران، هي نقادها هي الاولى. يعني انا درت هذا الاناء الزجاجي كيدخل الفران، درت سرحت فيه مطيشه اللي قطعت دواور على هذا الشكل هذا، يعني حتى سرحت الكميه كامله اللي عندي ديال المطيشه. عرفتي طلعات غزاله البنات تبارك الله ما شاء الله، يعني فنه جات يعني، واقتصاديه غديوه طلعات يا سلام. واخا يعني الحوت كياخد شويه الوقت، ولكن تبارك الله ما شاء الله طلعت فنه والله العظيم. يعني تبعوا الطريقه وما تنسوش البنات، ما ديروش ما تمرقوش هذا، حين راه السرديل كيطلق الماء ومطيشه كتطلق الماء، يعني كيولي داكشي. المهم ضفت عليها بطاطا اللي قطعتها هي دوائر، قطعتها دوائر صغيره البنات، فرشتها فوق ديك من بطاطا، فوق من مطيشه عفوا. يعني كملت الكميه اللي عندي كامله. الفلافل ندير شويه ديال الفلفلات. المهم السرديل هذا سرحته في واحد اللاطه اللي عندي هكا، كنسرح فيها السرديل كامل على هذا الشكل هذا. عاد كندوز باش ندير ليه الشرموله ديالو. انا كيعجبني نحط السرديل هكا باش كندير ليه شرموله، باش كتجيني قد ما كتجينيش يعني السرديل وحده عامره وحده خاويه وحده لا، كتجي لي الشرموله قد. الشرموله اللي سبق لي حضرت معكم البنات، كندوز كنسرحها في السرديل ديالي على هذا الشكل هذا. حتى كنكمل الكميه اللي عندي، كندوز كنلفو على هذا الشكل هذا. يعني كاهير كنتني هكا وكنحط حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال السرديل. المهم هو هذا السرديل ديالي من بعد ما دخلت ليه الشرموله ديالو، غندوز على بركه الله باش نحطو في اللاطه اللي غتدخل ليا في الفران. اللي سبق ليا حطيت فيها المطيشه، وحطيت فيها الفلفله، وحطيت فيها البطاطا. منين جبت هاد البطاطا؟ حنا كنقولوا بطاطا.
المهم على هذا الشكل هذا جات لي اللاطه اللي غتدخل الفران، يعني هذاك المول اللي غندخل الفران. ديك الشرموله اللي شاطت ليا البنات كنزيد نخويها في هذيك اللاطه، يعني داكشي باش قلت لكم ما تحاولوا ما تمرقوش، راه يعني السرديل كيطلق الماء والمطيشه كتطلق الماء، وهاد الشرموله حتى هي فيها شويه ديال العصير الحامض. يعني حتى كملت الكميه اللي عندي كامله، كبيتها على هذاك السرديل من الفوق. ندوز باش ندير الشرائح ديال الحامض. اليوم ما تديوش عليا سكرانه. كنقول لكم الشوارح. الفلفلات الحارين، وحده كنخشيها في هاد الجهه وحده في هاد الجهه، دوك البقايا اللي بقاو ليا ديال الفلفله اللي قطعت الدوائر على البنات. ها هي انا عندي الفران كيسخن على 180 درجه، يعني اللي عندها الفران ديال الغزره عارفين القياس ديالو كيفاش داير، وعينكم ميزانكم البنات. انا عندي الفران ديال الضو يعني 180 درجه، علاش سخنته. ندوز على بركه الله. لا اليوم البنات راه قلت لكم ماشي عاديه، على بركه الله، باش نخوي الزويته البلديه من الفوق داك السرديل. سامي هنيا ياسر. المهم هذا السرديل هذا شاط ليا، غادي ندير ليه الشرموله باش نقليه في الزيت، يعني حيت اصلا عمر ليا المول وبقى ليا هذا السرديل هذا. يعني شديت 2 كيلو ديال السرديل، خرجات ليا تبارك الله ما شاء الله كثيره. يعني هادو هما غنديرهم في المقله، اصلا غنقليهم في الزيت، حيت عندي واحد اختي كتحماق على السرديل في الزيت، يعني ما كيعجبهاش هي السرديل هكا في الفران ولا، يعني كتبغي هي السرديل مقلي. هو اصلا السرديل لا تقلا كيمشيو ليه الفوائد ديالو، يعني خصو يطيب بالفوائد ديالو. ايوا هي كتبغيه في الزيت. المهم خليت شويه درتو هكا باش نقليه في المقله، يعني قد اللي عندي ديال السرديل باقي، قد اللي عندي اللي درت ليه ديال الشرموله. يعني دائما 2 هكا كنحط وحده على وحده من بعد ما حطيت فيهم الشرموله، ونخليهم على جنب. من بعد غنفندهم في الفرصه البنات وباش نقليهم في الزيت. يعني الطريقه ديال القلي راه معروفه، هذه ما شاطلياش ليها اختها، غنلفها على هذا الشكل هذا وندوزو على بركه الله نشوفوا الغديوه فين وصلت. المهم الخبيزه ديالي هي هذه، من بعد ما تسلقات وطابت شفتوها كي كتولي شويه، يعني راه قبيله كانت الكوكوط تبارك الله ما شاء الله عامره، يعني طنجره الضغط عامره. يعني ها هي حركتها لقيتها طابت صفيتها. ندوز على بركه الله باش ندير لها الشرموله ديالها. عندي واحد 2 مطيشات محكوكين، كتجيب مطيشه فن البنات ومطيشه الحك حتى هي خلاص. عندي نص كاس ديال العصير الحامض، عندي الكمون، عندي الزيت البلديه، شويه ديال الهريسه، هي شويه حين راه ما بغيتش نكثر الهريسه بزاف مع درتها في السرديل، يعني ما نجيبش كلشي حار. الكمون، راس معلقه ديال البزار، هي شويه ماشي بزاف. المهم شعلت عليها على هذا الشكل هذا. يعني من بعد ما طبخ لي هذيك المطيشه غنجيو نكب عليها هذيك الخبيزه تبارك الله ما شاء الله كطلع فنه في المذاق. يعني الا تبعتوا الطريقه كتجي لذيذه، يعني اصلا وداك الماء ما درتوش فيها كتير، يعني كتجي معايا كتطلق الماء، يعني داك الماء ديالها ما كيضيعش. المهم الخبيزه ديالي هي هذه، كنجيبها كنصبها في هذيك طنجره الضغط. ندير فيها البنات شويه د الخرقوم، واخا ما كيبانش المهم كيجي كيغير لها شويه اللون، وحتى المذاق ديالو، المذاق ديال الخرقوم حتى هو كيجي لذيذ. المهم غير شويه طبخ ليا شويه هذيك الخبيزه مع دوك المكونات، ونحس بها نسجموا المكونات بيناتهم. يعني صافي وغادي نحيدها حيت اصلا هي طايبه، يعني وهذيك المطيشه اصلا شعلت عليها حتى طابت شويه. صافي الخبيزه ديالي كتبان ليا نشفات على هذا الشكل هذا. انا غنطفي عليها، صافي طفيت عليها البنات، وندوزو على بركه الله نشوفوا هذاك السرديل اللي شاط ليا البنات. ها هو حطيته في المقله كيتقلى، يعني من بعد ما فندته في شويه الفورص. الطاوه ديالي ها هي اللي في الفران، ها هي تبارك الله ما شاء الله، راه يعني محيده الصوت ما كتسمعوا داك السرديل كيطبخ المهم الخبيزه ديالي من بعد ما طابت هي هذه على هذا الشكل، كتجي زينتها بشرائح الحامض والزيتون الاحمر اللي سبق لي درت معكم في الاول.
ايوا الطاوه ديال الحوت طلعت هي هادي، راه فقتها بشويه ديال لي سلطه ديال المطيشه وديال المهم السردين اللي مقليها هو، شويه د الباربه، شويه د المطيشه، شويه د الفريت، شويه د الخس. يعني الغديوه طلعت هي هادي. نتمنى البنات لا فيديو تكون عجباتكم، وما تنساوناش البنات من اللايكات، وسمحوا لي بزاف بزاف كنتعطل عليكم، راكم عزاز وراكم في البال، يعني راه غير شويه ديال الوقت ما كاينش. والمهم الا تبعتوا الطريقه راه لا فيديو طلعت فن البنات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله. باي.